صباح الخير على احلى فانز في الدنيا. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده عشان كان عندي غسيل ومسح. أهلا بحضراتكم. نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وملخص فيلم جديد. أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في أمان الله. سلام. بيبدأ الفيلم مع ديتيا وهو رايح قصر الهند لرئيسة الهند عشان يقرأ لها الكف، وساعة ما شاف كفها قال لها خلي بالك هتقوم مظاهرات واحتجاجات في البلد وهتعلني حالة الطوارئ، وده كلام أكيد. استغربت جدا من كلامه ومش مصدقاه. وهنا رحنا المعبد، وده الكاهن وقاعد معاه مجموعة من العلماء وبيثبت لهم إن قراية الكف ده علم مش تنجيم، بأمارة إن هم عرفوا علم النجوم قبل أي حاجة تانية. وقال لهم خليفتي في الملاعب إيديتيا، بس هو مسافر ومعرفش مسافر فين. هو ده الواد 100 وده إيديتيا عايش حياته ومقضيها رقص وغنى، ولا همه أي حاجة. قابل بنت أعجب بيها وهي أعجبت بيه وقالت له بقولك إيه اتجوزني. قال لها يا ماما أنا مقضيها رقص وأغاني وواقع على وداني، وأنا ماليش في الحب وفي الارتباط. ودي البت بريدنا راكبة القطر وهبلة. ساعة ما شافت الشباب ربطت الشال على وسطها ورمت الشال ليهم ومسكوه، وطلعت بوشها وجسمها من عربية القطر. قال ايه بتشم هوا. دخلت جارية قال لها انت هبلة وماسكة طبلة، وسابوها ومشيوا. تكتشف هنا ان هي شغالة دكتورة وده قبطان وهي بتعالجه. عنده وسواس قهري. قالت له انت سليم بس عندك وسواس، عيش حياتك يا غالي. وده عمها زعلان منها. قال لها انت ازاي شغالة وانت تعبانة. قالت له يا عمي انا مش تعبانة، فكك مني يا ريس. وهنا صاحب ايديتيا راح له صحيه من النوم، لقى المذكرات خدها يقراها، شدها منه ايديتيا، وامه بتقول له هو بيقرا مذكراتها او بيكتبها، بيكتب اللي جاي مش اللي فات. واد مش تمام، دماغه تعبانة. قال لها فوقك مني وابعدي عني. راكب القطر شاف المعلمة بريدنا، أعجب بيها وشعرها بيجي على وشها. بصيت له عملت حركتها وربطت الشال على وسطها ورميته. مسك الشال بس هنا لف على العمود وبقى في وشها. فتح عينيها لقته قدامها. قال لها أهلا يا باشا. قالت له ادخل أصل تتخبط يا مجنون. وهنا كانت العلاقة بدأت بيهم. هنا مشي وراه عشان يعرف هي رايحة فين. ماشي قدام مش واخد باله منها. ركبت الباص ركب وراها. قال له اطلع وراها يا ريس، لحد ما جت إشارة وقفوا قصاد بعضيهم. قعد يخبط على الإزاز عشان تاخد بالها منه. وهنا عمل شبورة وقام جاي كاتب لها انت اسمك ايه. قالت له مالكش فيه. قال لها طب اقابلك امتى. قالت له سيبها للظروف. وهنا مشيت الاتوبيسات تاني وكل واحد راح في طريقه وهو مش مقتنع وزعلان من كلامها. ومع مرور الوقت قاعد البيت بريدنا في المحطة، رسمت وش. وتاني يوم راح المعلم ايديتيا قام جاي مكمله هو بصورة بنت. عملت له تالت يوم علامة استفهام. راح بعد كده عمل لها علامة استفهام وش ولد وقلوب ونجوم. كل يوم حد يروح يرسم حاجة. قام جاي كتب لها على ميعاد يقابلها الساعة 12. راح جاية تقرا الكلام لقت واحد بيمسح اللي موجود. وهنا فرقت بينهم الأيام والظروف، ما عرفوش يعملوا ايه. هنا الكاهن راح للمعلم ايديتيا مكانه وقال له انا ألفت كتاب عن علم قراية الكف، انه بنسبة 90% علم مش تنجيم. ايديتيا قال له لا ده علم بنسبة 100%، مش موضوع تنجيم ابدا يا ريس. كانوا صحاب جدا وهو خليفته في الملاعب. المعلم ايديتيا هنا راح لراجل اعمال هندي غني جدا، مسك كفه وقرا له الكف. قال له انت راجل بتحب السياسة بس عمرك ما تشتغل فيها وهتمسك اعمال والدك يوم 20 نوفمبر. قال له طب اقرا الكف تاني. قال له مش قريب. قال له انت مش عارف حاجة، وقبل كده اتنبأت بمظاهرات في الهند وما حصلتش وانا مش مصدقك اقراه. قال له مش قاري لك حاجة تاني وما عدتش تتصل بيا. خد بعضه ومشي. رجل الاعمال ماشي رجالته وراه مش عارف ليه طبعا.
قعد يجري ويهرب منهم. امسك يا جدع، وهو بيجري خبطته أو خبطه أتوبيس، اتعور واتشلفت وراح المستشفى وكله دم. شافته البت بريدنا اتجننت، قال لها شفت أنا قابلتك ازاي، شفت القدر؟ وفعلا قعد في المستشفى. دخل عمها عليه قال له أنا بحب بريدنا ومعجب بيها جدا. هنا القبطان قال له انت بتقول ايه، بطل تخاريف. فحطوا البت بريندا، قالت له ايه اللي انت عمال تقول في المستشفى ده؟ عمال يبص لها ويعاكس فيها. قال لها انا معجب بيكي بس مش لدرجه ان انا انتحر عشانك، فهمت يا اموره؟ وهنا بدات علاقتهم تتطور مع بعضيها زي الافلام الهندي كلها. حبوا بعض وهم حبوا بعض، ركبوا القطر مع بعضيهم وقاعدين سوا. واحد شافه في القطر عرف ان هو ده اديتي اشهر واحد قاري كف، قال له ارجوك اقرا كف بنتي طارة، هي هتشتغل او تكون رمية اسهم، بتحب الرياضة دي جدا، ارجوك اقرا لها الكف. قال له يا عم بلاش قراية كف، خلي عنصر المفاجأة موجود. اصر فبص لكفاها، هنا قري كل حاجة. قال له بنتك دي مش هيكون لها مستقبل في الرياضة خالص ولا في رمي الاسهم. هنا الناس كلها ورته كفوفهم عشان يقراها. جاله صداع، قال اللي انا جبت الكلام ده كله لنفسي. نزل من القطر وكبر مخه عنهم، وهو واقف هنا افتكر ان كل كفوفهم خطوط الحياة فيها منتهية والعياذ بالله. فقال لها القطر ده هيعمل حادثة. جرى عشان ينقذهم ومسك شجرة كبيرة وقال ايه هيوقعها قدام القطر عشان القطر يقف قدامها وما يعملش الحادثة دي. ازاي الكلام ده ما نعرفش، هو ده الهند وافلام الهند، لكن القطر خد اتجاه تاني وفعلا عمل الحادثة دي. هنا البت بريتنا قاعدة قدام التلفزيون فشافت حادثة القطر، والبنت اللي كانت بيقرا لها الكف في القطر بنت طارة، فعرفت هنا ان اديتيا ده قاري كف محترم. قالت له اقرا لي كفي، قال لها بلاش، قالت له اقرا الكف. قال لها يا باشا انت هتتشهري جدا وتتجوزي واحد وتخلفي منه توأم وهتعملي المستشفى بتاعك وانت عندك 40 سنة، وكمان هتاخدي جائزة طبية كبيرة جدا وانت عندك 74 سنة. نزفت من مناخيرها وهي قاعدة قدامه كده وسرقت، خدها على المستشفى جري. دخلت قعدوا يعملوا صدمات كهربائية عشان تفوق. جري عمها وعارف ان هي تعبانة وقال هي عملت في نفسها كده ليه؟ وقاعد هنا الواد اديتيا قلقان عليها جدا. قال له انت عايز منها ايه؟ بريتنا تعبانة وبتعاني من مرض خطير جدا ونادر وايامها في الدنيا معدودة. اديتيا قال له الكلام ده مش هيحصل، وراح قال لها انا قريت الكف وعمري ما غلطت فيه، وانت عمرك طويل وهتعيش وما عندكيش اي حاجة وما تقلقيش. خدوا عمها من نهاية القميص كده وقال له اطلع بره انت واد مجنون. وهنا القبطان قرر يسيب المستشفى ويشوف حياته، قال انا بقى عندي امل. هنا بريدنا اتصلت بكل الدكاترة عشان تشوف التحاليل بتقول ايه، لكن صدموها فعلا وقالوا لها ان انت عندك مرض نادر وايامك في الدنيا معدودة. هنا اتصدمت وراحت لعمها. عمها راح مشرحة المستشفى وجاب 4 بصمات ل4 جثث وحط بصماته معاهم عشان يثبت لها ان اديتيا ده نصاب ودجال. قال له اقرا لي كده شوف الناس دي ماتت بسبب ايه. قال له حاضر يا ريس وريني كده، وخد الورق يبص فيه. قال له دول 4 جثث، اول واحد راجل مات بارتهاب في المعدة، تاني واحدة ست ماتت مسمومة، والتالت راجل عنده 45 سنة وانتحر، والرابع 61 سنة والرابع ده مات بالمخدرات، والخامس 61 سنة واللي هو انت، وممكن اقول لك سبب وموعد وفاتك ايه، ما تحاولش تضحك عليا. الراجل اتصدم جدا الدكتور عمها وقال له ارجوك انا نفسي البت بريدنا دي تعيش، نفسي بجد. وهنا رجل الاعمال اللي كان قال له انت هتسيب السياسة ومش هتشتغل فيها، قال لهم النهارده يوم 20 نوفمبر ومحصلش حاجة. لقى واحد جاي من رجالته وقال له الحق ابوك مات. هنا حرقوا جثته. من اليوم ده مسك شركاته وفعلا بعد عن السياسة وكلام اديتيا اتحقق. هنا الواد اديتيا خد بريدنا عند امه عشان يعرفها عليها، دخلها بيته الجميل. وهنا وهي نايمة على السرير لقت المذكرات، قعدت تقرا فيها وشافت كل اللي كان بينهم وهو كاتبه. فرحت جدا بالكلام ده، لكن فجأة دخل عليها رمت المذكرات من ايديها. هو عارف ان هي كانت بتقرا فيها، خد المذكرات وحطها في جيبه وقال لها يلا بينا. خرجوا من مكان يسهروا مع بعض شوية. قال لها النهاردة انا هودعك بس كانت بردانة. قلع الشاكيتة ولبسها لها. قال لها انا مسافر لندن ومش هرجع هنا تاني.
قالت له أنا مش ممكن أسيبك أبدا وما أقدرش أستغنى عنك، وأنا بحبك، واعترفت له لازم نرتبط ببعض. قال لها كف إيدي ما فيهوش أي شيء يوحي بارتباط ولا بجواز، أنا كده كده هعيش عمري راهب مش هتجوز. ما فهمتش هو قصده إيه من الكلام ده. وهنا جاله المعلم الكاهن اللي هو خليفته دوت وقال له علم قراية الكف بنسبة 99%، علم 1% الناس ممكن تغير أقدارها. قال له مش ممكن الكلام ده هيحصل. هنا المعلم بيمسك كف ايديه، لكن للأسف بيشوف حاجة صعبة جدا، بيتخط وبيبعد ايده عنه. وهنا المعلمة بريدنا افتكرت مذكرات المعلم إيديتيا، راحت جري عشان تقراها، لكن وهي بتقراها شافت فيها كلام صادم جدا ليها. اتفزعت من اللي شافته وقريته، وعرفت المعلم إيديتيا ده هيموت غرقان في المحيط. وعمها جالها قال احنا اكتشفنا دلوقتي علاج للمرض بتاعك، ألف مبروك يا بريدنا. وكلام إيديتيا طلع صح. وهنا وهي والواد إيديتيا عمالين يرقصوا ويلعبوا مع بعضيهم، مقضينها رقص وأغاني وهو واقع على ودانه. وهنا كتبت له مذكرات وقالت له ما تقراش الا يوم 26. استغرب من كلامها وجاي يسافر. وهو في طريقه هنا وهو في لندن قابل البت اللي كان قريل الكف بتاعها وعملت حادثة بالقطر، البت طارة. قالت له اقرا لي الكف بتاعي، لكن للأسف دراعها كان مقطوع. قالت له مش هتعرف تقرا الكف بتاعي وانا مستقبلي هعمله بنفسي واصنعه بنفسي، باي يا حبيبي. وهنا البت بريدنا قابلت عمها قالت له انا هخلي إيديتيا ده الناس كلها تعرف ان هو منجم ما بيعرفش حاجه خالص في المستقبل، وانا هثبت لكم الكلام ده. وهنا الواد إيديتيا بيودع مامته واصحابه، حاسس ان هو خلاص ايامه بقت معدوده، بيرمي شنطته. افتكر المذكرات بتاعه البت بريدنا لما وقعت من الشنطه وكاتباله فيها ان هي هتعمل حادثه وتثبت له ان كله كلامه كذب وهتموت. عربية خبطتها قبل ما تقع من فوق الجبل، وجالها نزيف واخدوها على المستشفى مش عارفين يعالجوها ولا يعملوا لها ايه، وعمها مصدوم صدمة عمره. جالي الواد إيديتيا يكلم عمها في التليفون عشان يطمن عليها، وعايز يركب الطيارة بس الجو متنايل ب60 ميلة وشتا ومقفول خالص المطار. قال خلاص هركب بقى واروح لها بحري. بيلحق السفينة جريت، قال بينط عليها كده الواد ولحقها، نط 10 متر ازاي ما نعرفش. والقبطان طلع صاحبه وخده من ايده وركبوا السفينة، لكن سوء الأحوال الجوية هتعمل مصيبة في السفينة ديت. القبطان بيقول لازم نخلي السفينة دلوقتي لأنها هتغرق يا جماعة، حاولوا تنزلوا في القوارب النجاة. إيديتيا بيحاول يهرب من الموت ويثبت إن قراية الكف حتى فيها 1% الواحد يقدر يغير القدر بتاعه. هنا القبطان عمال يشوف مين اللي لسه يا جماعة عشان انا هركب القارب آخر قلب وهمشي بيه، ملقاش حد واطمن ومشي. وهنا إيديتيا ما خدش باله من اللي بيحصل، بيحاول ينجو بنفسه وينط من السفينة دي بأي شكل. وقف وضرب طلقة هنا عشان يعرفوا مكانه فين، وهو في قمة السفينة. القبطان شافه قال انا هرجع له اجيب مهما كلفني الامر، لكن للأسف المعلم إيديتيا وقع واتخبط في دماغه وغرق في المحيط. ودي كانت النهاية، والمعلمة بريدنا بتعمل العملية وفعلا خفت وقامت منها 100. وبعد أيام وهي على الكرسي المتحرك متفاجئ إن المعلم إيديتيا داخل المستشفى ولسه عايش. هي دي النهايات الهندية الجميلة. وهو هنا كان غرقان بيحكوا لنا قدر يفوق ويطلع من المية وينجو منها بسلام، وخد معاه وردة واداها للمعلمة بريدنا وكملوا حياتهم مع بعضيهم. ودي كانت نهاية الفيلم. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. باي يا بشر.